حساب التوفير ده زيه زي أي حاجة في الدنيا، ليه مميزات وليه عيوب، لكن خلي بالك في تريكس لازم تعرفها علشان تستفيد من الفوائد بتاعته وما تروحش عليك. هقولك، بس في الأول عايزة أقولك إيه هي عيوبه ومميزاته. مميزاته إن فلوسك عكس الشهادات والودايع بتكون تحت إيدك تسحبها في أي وقت، وكمان تقدر تعمل لها إيداع في أي وقت، وبيشتغل بنظام الفايدة المركبة ودي هعملك عليها فيديو لوحده. لكن عيبه إن فايدته متغيرة، بتتغير كل ما البنك المركزي بيغير في سعر الفايدة، وكمان فوائده مش بتكون عالية زي الشهادات والودايع. هي بتتراوح ما بين 3 ل 12% سنويا حسب نوع حساب التوفير، لأن كل بنك بيبقى عامل أنواع حسابات مختلفة حسب المبالغ والفئات. خليني بقى أفهمك الفايدة بتتحسب إزاي. أول حاجة وأنت بتفتح الحساب هتختار عايز الفايدة تنزل لك شهرية ولا ربع أو نصف سنوية ولا سنوية، وهنا الفايدة بتتحسب على الفلوس اللي فضلت في حسابك من بداية الشهر لآخره. يعني لو حطيت 10,000 جنيه يوم 1 في الشهر هيتحسب عليها فايدة يوم 30 في الشهر. بس خلي بالك بقى من التريكات دي، لو حطيت فلوسك يوم 2 في الشهر هتتحسب لك الفايدة من الشهر اللي بعده، ولو حطيت ال10,000 يوم 1 في الشهر ورحت سحبت 5 ورجعتهم قبل نص الشهر مش هينزل لك فايدة غير على ال5 اللي فضلوا من أول الشهر لآخره. ليه؟ لأن الفايدة بتنزل بس على المبلغ اللي ثبت وفضل شهر كامل، مش على اللي اتسحب ورجع. يعني باختصار أقل مبلغ كان موجود في الحساب. فخلي بالك، وقبل ما تختار تفتح حساب توفير في بنك اعمل مقارنة بين فوائد البنوك المختلفة، اختار أعلى فايدة وأقل مصاريف، وخليك فاكر إن كل جنيه بيفرق. قولوا لي في الكومنتس لو عايزين تعرفوا معلومات تاني عن أنظمة الحسابات في البنوك.